غدا الموعد الذي ينتظره الجمهور الرياضي المغربي وعشاق الساحرة المستديرة بكل شغف. غدا يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أولى مبارياته ضمن منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره البرازيلي ابتداء من الساعة 11 ليلا بملعب نيويورك نيو جيرسي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. مباراة تصنف كإحدى أبرز القمم الكروية المستأثرة بالاهتمام، ويخوضها المنتخب الوطني بانسجام استثنائي يجمع بين خبرة العناصر المخضرمة وحماس المواهب الشابة تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. تقرير إبراهيم زكي. لا يسير المونديال دائما وفق ما تشتهيه خطط المدربين، فالإصابات التي لاحقت كبار اللعبة عبر العالم في اللحظات الأخيرة كان لها نصيب داخل معسكر الأسود، بعدما صادق الاتحاد الدولي فيفا رسميا على حذف اسمي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي من اللائحة النهائية وتعويضهما بكل من مروان سعدان وأمين السباعي. استبعاد جاء في توقيت حساس، والمنتخب الوطني يواصل تحضيراته المكثفة بالولايات المتحدة استعدادا لمواجهة السبت المنتظرة في بطولة قص شريطها العالمي اليوم. ورغم أن نايف أجرد كان حاضرا في الحصص التدريبية ورافق المجموعة متسلحا بالأمل، فإن تداعيات الإصابة التي لاحقته منذ أشهر جعلت الفحوصات الأخيرة لا تكون في صالحه ليجد نفسه خارج حسابات المونديال. أما عبد الصمد الزلزولي فقد تأكد غيابه عن البطولة عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة في ودية النرويج. الشكوك ظلت تحوم حول إمكانية لحاقه بالمنافسة، لكن الفحوصات الدقيقة قطعت الشك باليقين وأكدت استحالة مشاركته. وعلى وقع هذه الغيابات الاضطرارية تواصلت تدريبات النخبة الوطنية بكثير من الجدية، حيث يقود الناخب الوطني محمد وهبي حصصا ترفع شعار التركيز العالي بحثا عن أفضل جاهزية بدنية وتكتيكية قبل ضربة البداية. ومع اقتراب هذا الموعد الحاسم تدرك المجموعة وهي تطرق باب مباراتها 23 في تاريخ المونديال أن غياب الأوراق لا يلغي عزيمة كتابة التاريخ، فالأسماء تتغير ولكن تبقى الروح مغربية. في مشهد مؤثر هز الجماهير المغربية، خرج كل من نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي برسالتين خاصتين بعد تأكد غيابهما رسمياً عن نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة. البداية كانت مع المدافع نايف أكرد الذي وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي شكر فيها الجماهير المغربية على رسائل الدعم التي تلقاها خلال الساعات الأخيرة. وأكد أكرد أن غيابه عن كأس العالم لا يعود إلى انتكاسة جديدة في إصابته، بل على العكس أوضح أنه يشعر بتحسن مستمر وأن الإصابة أصبحت وراءه، لكن مستواه البدني الحالي لا يسمح له بمساعدة المنتخب الوطني بالشكل الذي كان يتمناه خلال دور المجموعات. وأضاف مدافع أسود الأطلس أنه بذل كل ما في وسعه خلال الأسابيع الماضية من أجل العودة في الوقت المناسب، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسة. ومن جهته عبر عبد الصمد الزلزولي عن حزنه الكبير بعد ضياع فرصة المشاركة في كأس العالم، معتبراً أن الغياب عن حدث عالمي بهذا الحجم يعد من أصعب اللحظات في مسيرته الكروية. الزلزولي شكر بدوره الجماهير المغربية على الدعم الكبير الذي تلقاه، مؤكداً أن رسائل التشجيع خففت كثيراً من صعوبة هذه المرحلة. ورغم خيبة الأمل، أبدى اللاعبان دعماً مؤناً لزملائهما داخل المنتخب الوطني، حيث أكد أنهما سيكونان أول المشجعين لأسود الأطلس خلال كأس العالم، كما وجه رسالة واضحة إلى الجماهير المغربية طالباً فيها بالالتفاف حول المنتخب الوطني ومساندته طوال مشواره في البطولة. رسالتان مؤثرتان من لاعبين كانا يحلمان بالدفاع عن ألوان المغرب في المونديال، لكن القدر كان له رأي آخر. ويبقى السؤال الآن،
هل يستطيع أسود الأطلس تعويض غياب أكرد والزلزولي وتحقيق بداية قوية في كأس العالم؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات.